رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتم ان شاء الله لكم ولكل عائلتكم. فيديو اليوم غادي يكون فيديو مخصص لتحضيراتي واستعداداتي لشهر رمضان الكريم. وكيف ما كتعرفوا شهر رمضان هو شهر العباده والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ولهذا خصنا ننظموا الوقت ديالنا على اتساع باش ما تجيناش هذيك الفتنه وكنبقى جري عليا نجري عليك وجد هاد الحلويات هذه وجد هاد الوصفه هذه وجد هاد الطبق هذا، حتى كيسالي رمضان وكنلقاو راسنا ما درنا والو، ندمنا على بزاف الحوايج اللي ما قدرناش نديروهم قبل. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم بعض الافكار اللي غادي تفيدكم باش تقدروا تنظموا الوقت ديالكم وتستغلوا اكثر في العباده وسورتو دوزوا اقل وقت ممكن في الكوزينه. اول حاجه كنبداو بها هي التنظيم والترتيب، وفي تقاليدنا المغربيه تنقولوا ليها شعبانه، يعني كنخملوا الدار مزيان على حقها وطريقها، وكنخملوا البلاكارات ديال الكوزينه وكنخملوا البلاكارات ديال حويجاتنا وكننظموهم وكنشوفوا الاشياء اللي غادي نصدقوها والاشياء اللي غادي نعطيوها على حسب كل واحد فينا. غادي ندوزو دابا لتحضيرات الاطباق والوجبات. وكيف ما كنعرفوا الاغلبيه ديال النساء فينا كنبغيو نجربوا وصفات جديده اللي سبق لينا شفناهم في بعض المجلات ولا في الانترنت. دونك كندير واحد لا ليست ديال كاع الشيوات اللي بغيت نوجدهم في هذا الشهر الكريم هذا، وميم طون كنوجد واحد لا ليست ديال الاشياء اللي ناقصيني واللي خاصني نشريهم لهذا الشهر هذا. حنا مثلا كنتغداو 2 مرات في الشهر باش ما كنبقاوش غاديين كل ساعه ناقصاني هذه ناقصاني هذه وكيضيع لينا الوقت. دونك من الاحسن خصصوا واحد وقت معين باش غادي تتغداو فيه. هنايا مثلا في فرنسا السيمانه اللي فاتت كانوا دايرين عروض خاصه لشهر رمضان، دونك تقديت كاع داكشي اللي خصني ونخليكم مع بعض المقتطفات. ما كنساوش ننظموا ونرتبوا كل حاجه في المكان ديالها. انا كنستعمل هاد لي بواط اللي كناخذهم دائما من عند ايما اللي كندير فيهم القوام ديالي كيف ما كتشوفوا، بحال الحمص والعدس واللوز اللي كيعجبني فيهم. اولا ساهلين في الترتيب ملي كنحطهم في البلاكار ديالي، وثانيا هما ترونسبارون دونك كنعرف كل بواطه وشنو فيها، وملي كتقرب تسالي ليا الحاجه كتبان ليا.
كنتغداو وكنوجدوا الحليوه ديالنا وكاع داكشي اللي كيخصنا لشهر رمضان، وكنكونوا درنا على اتساع البروغرام ديال لي مينو ديال كل نهار شنو غادي ناكلوا فيه. كندوزو النقطه الثالثه واللي مهمه جدا هي اهداف شهر رمضان. انا غادي نعطيكم بعض الامثله ديال الاهداف اللي فيكسيتها انا والزوج ديالي. بالنسبه للهدف الاول والمهم جدا هو ختم القران الكريم، دونك غادي نديروا واحد البروغرام ديال كل نهار وشحال من حزب غادي نقراو. والهدف الثاني غادي يكون شرح بعض السور القران، دونك شرح دقيق جدا. والهدف الثالث هو المواظبه على الصلاه في الوقت ديالها، وسورتو صلاه الفجر وقيام الليل ان شاء الله. الله يكرمك. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. بالنسبه للنقطه الاخيره هو خاصنا نخلقوا واحد الجو ديال رمضان في البيوت ديالنا بافكار بسيطه او تغيير بعض الديكورات. انا وجدت لكم بعض الافكار، خليكم معايا. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan. أهلا رمضان. كنشكركم بزاف على المشاهده، وكنتمنى بلي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو هذا. وبالنسبه للبنات اللي كيشوفوا اول مره الفيديو ديالي كنتمنى يتشاركوا في القناه ديالي، ما عليهم غير يضغطوا على الزر اللي كاين غير هنايا وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وكنقول لكم عواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. وملقانا في الفيديو القادم. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان